يعني الوضعيه بتبقى بالنسبه لي انا كسواق مش مريحه، انا مش مضطر ارضع من حضرتك اخر 5 دقايق قبل الفطار، اظن دي مش حاجه حلوه ليا ولا ليك يعني. تمام. اصدقائي محبي الخير ورمات البلح وسقط التمر، قناص اول افطار صائم، كل سنه وانت طيب. انا مش كل سنه اغير فرش العربيه واغير شامبر النضاره بسببك. بص يا صاحبي، انا عارف ان انت جواك خير وعايز تفطرني، بس لما تلاقيني داخل عليك رافع ايدي كده، دي معناها شكرا، مش عايز 5 تمر. رقم 2، مادام الخيارات مش متاحة، ليه بتخيرني ما بين تمر وعرقسوس بما انك كده كده هتديني تمر؟ يعني انا مش فاهم حضرتك، براعم التذوق بتاعتي تبقى بنت خالتك وبتقول لك هو بيحب ايه وما بيحبش ايه؟ طيب. رقم 3، ودي اهم حاجة اللي بتسبب اصلا المشاكل كلها، حضرتك اديتني كيس التمر بتاعي، تمام شكرا، انا متشكر لحضرتك، لكن لو لاحظت يعني وركزت هتلاقيني فاتح شباك الراجل اللي قاعد جنبي. انت ممكن تلف له تديله كيس التمر بنفسك، يا اما تديني انا اديهوله، انا مش خاله اللي واكل ورثه، انت فاهمني؟ لكن فكره ان انت تخش بنصك جوه العربيه كده، اتفضل ليه؟ انا مش فاهم ليه حضرتك لو في فضائي بيبص علينا من فوق، ناهيك عن فكره ان انت بتديني تمر، فكل اللي هيفهموا ان العربيه بتاعتي بتولد طبيعي. بس حضرتك مش لازم يعني بنفس الوضعيه دي تروح تدي التمر للناس اللي قاعده في الكنبه اللي ورا، وما تخلينيش افطر عليك حرفيا.